جميع المعلومات اللي غادي تسمعهم في هذه الحلقه كلهم اتخاذوا من كتب ومصادر موثوقه. وغير واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم ونشير لها قبل ما نبدا الفيديو، راه كاين بزاف ديال الفيديوهات في اليوتيوب هضروا على القصه ديال شمهاروش، ولكن اهم نقطه واهم اسرار اللي خاصهم يتقالوا ما كاينش فيهم اللي زعم وذكر انه يقولهم. هذه الحلقه اللي غتشوفها غتكون مختلفه على جميع الفيديوهات اللي تفرجتي فيهم في يوتيوب، وغتسمع شي اسرار ربما غتسمعهم لاول مره في حياتك، لان هذا الشيء اللي غادي نذكره في هذا الفيديو صعيب على العقل انه يتخيلوا ولا انه حتى يستوعبوا. وبسم الله على بركه الله نبداو في الحلقه. عادات وممارسات وطقوس اغرب من داكشي اللي كتخيل. قصة شمهاروش أنه هو ليس بإنس وهو بجن، وهذا مقام كان يعبد فيه لا أقل ولا أكثر. يا رسول الله يا حبيب الله. وحتى بعض القرابين والذبائح كيتقدموا ليه لغير الله، بحال البقر والماعز والدجاج والخرفان، وهاد الحيوانات كاملين تيذبحوا في حضرة ملك من ملوك الجان اللي هو شمهاروش، او كما يطلق عليه عند بزاف ديال الناس قاضي قضاة ملوك الجن. وهاد الطقوس وهاد القرابين كاملين كيتقدموا ليه في منطقة واحدة اللي هو بطبيعة الحال المغرب. وانا في هذه الحلقه جيت باش ندوي على هذه الاسرار ونحط لكم كل شيء قدام عينيكم. بطبيعه الحال كنا كنعرفوا بان احنا البشر عندنا محاكم وقضاة كيحكموا بيناتنا بالعدل، بمعنى انك لا درتي شي جريمه او درتي شي حاجه فكاين واحد القاضي كيحكم عليك على حسب داكشي اللي درتيه، وهذا الشيء اللي قلته تماما كينطبق على عالم ديال الجن وعالم ديال داكشي اللي ما كيتشافش بالعين. وهاد المحكمه هذه القاضي ديالها هو شمهاروش، وهذا شمهاروش هو الحاكم اللي كيقدر انه يفاصلها ما بين الانس وما بين الجن. فإلا كنتي عزيزي المشاهد ما عمرك سمعتي شي حاجه بحال ما هكا فمرحبا بك في هذه الحلقه ديال اليوم. غننتقل بكم الى اعلى منطقه جبليه في شمال افريقيا اللي بطبيعه الحال كدير الجبل ديال تبقال. تما كاينه واحد القريه صغيره، وفي هذيك المنطقه بالضبط كاينه واحد الزاويه سميتها سيدي شمهاروش، وبزاف ديال الناس كيقطعوا مسافات طويله سواء على البغال او الحمير باش يوصلوا هذه المنطقه اللي هي في المرتفعات وفي الجبال باش يقصدوا ملك من ملوك الجان السبعه. والناس كيلتجئوا ليه باش انه يحل لهم المشاكل ديالهم والنزاعات ديالهم، وانه يفصل بينهم وبين هذاك الجني اللي كيكون ساكنهم او انه كيتعدى عليهم. شمهاروج او سيدي شمهاروج او قاضي قضاة الجن كيهبط كل خميس باش انه يفصل بين الظالم والمظلوم في واحد الزاويه سميتها زاويه شمهاروج. واللي غادي يصدمك دابا هو انه في المحاكمه ديالو كيحضر ابليس بنفسه باش انه يشوف هذيك المحاكمه كيفاش غادي تتم. هاد قريه املي اللي كتواجد فيها زاويه شمهاروج بعيده على مراكش تقريبا ب 60 كيلومتر، بحيث ان هاد امليل اخر قريه كيوصلوا ليها وسائل النقل الحديثه، وهي النقطه اللي كينطلقوا منها الناس الى شمهاروج. والا بغيتي توصل لهاد شمهاروج خاصك تقريبا غير باش تمشي على رجليك ساعتين وانت كتمشى. وكاينه حتى واحد الطريقه اخرى باش توصل لهداك المكان، هو عن طريق البغال والحمير، وغير غادي توصل تماك غيبانوا لك واحد المنازل وواحد الديور يعني اللي هما متواضعين وكيوحيو بان الساكنه اللي فيهم ناس بسطاء. وكاينه تما بالضبط واحد القبه بيضاء، وفي هذيك البلاصه بالضبط غادي يبانوا لك بزاف ديال الطيور اللي من بينهم الغربان، واللي بزاف كيقولوا بانها الطيور راه في الحقيقه ماشي هي طيور وانما جن متشكلين على هذيك الطيور وكيشوفوا اي زائر جا جديد. وملي كتوصل لديك المنطقه وكتوغل في ديك القريه كتلقى بزاف ديال الشموع، لان بزاف ديال الناس كانوا كيحضروا تما وكيقدموا واحد القرابين. وملي غتزيد تكتشف هذيك البلاصه اكثر غيبان لك واحد المسجد فيه واحد الحفره ومكتوبه تما خاص بالمسلمين، يعني هذيك البلاصه كيدخلوا ليها غير المسلمين، بحيث انه كاينين حتى شي رايات بالصفار بالخضار بالاحمر مهم بالوان مختلفين. ودابا ملي عرفنا البلاصه اللي كيكون فيها شمهاروج اجي نتعرفوا بالضبط شكون هو شمهاروج وشنو كيدير هذا شمهاروج. شمهاروج كما قلنا سابقا هو حاكم او ملك من ملوك الجن السبعه، وماشي غير هادشي هو كيتعتبر بمثابه الاب الروحي ديال الجن، كيتعتبر انه كبر منهم في العمر. وفي هذيك البلاصه اللي كاين فيها المقر ديال شمهاروج كيداولوا بعض الناس بانه كان كيجي تما يدير الخلوه باش يتعبد الله وانه يتقرب منه، لانه متداول على هذا شمهاروج بانه من الجن الارضيين المسلم، يعني هذا الجن هذا راه ماشي كافر وانما كان كيتعبد الله وهو كيتعتبر
من الجن المسلم. اما بالنسبه للعرش ديالو فهو عباره على واحد القبر صغير مغطى بواحد الثوب اخضر ومكتوبين عليه بعض الكلمات ودايرين به حتى شي الواح مكتوبين عليهم بعض الادعيه الدينيه لهذا الجن اللي سميتو شمهاروج. وعلى حسب داكشي اللي كاين في الكتب وفي بعض المصادر الموثوقه بان هذا شمهاروج راه هو من الملوك السبعه، ملوك الجن السبعه، وهو كيتعتبر من الجن الارضيين. وكل نهار كيحضر قاضي من قضاة الجن. فعلى سبيل المثال في نهار الحد تيحضر واحد الملك من ملوك الجن اللي سميتو عبد الله المدهب، اللي كيلبس واحد التاج مذهب وكيكون راكب فوق واحد الحصان. وهذا الجني بالضبط كيحكم في 360 قبيله من الجن. اما في نهار اثنين فهو ديال مره او لالا ميرا. اما نهار ثلاث فهو ديال ابا محرز الاحمر اللي معروف عليه بانه ملك شرس معروف بالخدع العسكريه والطبع ديالو جدي وشرس. اما نهار الاربعاء فهو ديال الملك برقان ابو العجائب واللي اللقب ديالو هو فارس الاسلام. اما نهار الجمعه فهو ديال الملك الابيض واللي كينوب على الملك او الحاكم شمهاروج. اما نهار السبت فهو ديال سيدي ميمون ابانوخ واللي تعتبر من اقوى ملوك الجن الارضيين. اما يوم الخميس كيف ما قلنا من قبل فهو ديال شمهاروج. وفي هذا النهار بالضبط كاينين جوج الوان مقدسين وخاص الناس اللي كاينين تما يلبسوهم اللي هو الخضر والابيض، حيت هاد الالوان اللي ذكرناهم هما احسن وافضل الالوان عند هاد الجني اللي سميتو شمهاروج. واي واحد قرر انه يدخل المحكمه ديالو خاصو يكون لابس هاد الالوان. وفي هذاك النهار ديال الخميس بالضبط الناس كيشدوا عليه الصف وكيحضروا عيالات رجال كبار صغار، ولكن بطبيعه الحال راه ماشي غير يجي يدخل لديك البلاصه لانه خاصك تقدم بعض الهدايا والقرابين. الهدايا كما قلنا سابقا يقدر يكون الشمع، السكر، الحنه، العود، البخور، ولكن بالنسبه للقرابين فكيتقدموا بزاف ديال الحيوانات. على سبيل المثال شنو طالب مثلا، واش بقره، واش ثور، واش حولي، شوف هو شنو طالب بالضبط. هذوك القرابين كيتقدموا ليه باش انه يفك السحر او مثلا يطرد هذاك الجني او يحكم ما بين هذاك الانسان وهذاك الجني اللي ساكن فيه. واكبر دليل وعلامه بان شمهاروج حاضر في المحكمه ديال الجن باش انه ياخذ الحق من الظالم وينصف المظلوم كيبداو فورا يديروا شي حركات انهم يبداو يتحيروا ويشطحوا وكيديروا بزاف ديال الحركات غريبه وغير مفهومه. وماشي غير هذا الشيء، كاين واحد الرمز كيدل بانه راه حضر، وهو ان السماء كتبدا تبرق بوحدها، وهذا كيبين بان ملك الجن راه حاضر. وباش انه كيفصل بيناتهم كيامرهم بانهم يذبحوا قرابين. المهم اللحم ديال هاد الحيوانات راه ماشي كيتلح في الزبل او انه تيضيع، بل هو كيامرهم انهم يفرقوا هاد اللحم على سلاله قبيله ايد بالعيد، وهي العائله اللي توالتات الخدمه ديال المقام ديال شمهاروج من سنين طويله. وكما قلنا من قبل النهار الاول كيكونوا فيه القرابين والذبائح، ولكن في النهار الثاني كتكون الحضره. وفي هذا النهار بالضبط هذاك اللي فيه داك الجني كيدير بزاف ديال الحركات والرقصات العجيبه والغريبه. ومن بين هذا الشيء اللي غادي نذكروا لكم دابا انه تيلبس بزاف ديال الالوان، مثلا يقدر يلبس الاخضر، البنفسجي، الاحمر، الابيض. المهم كيلبس هذوك الالوان او اللون المفضل ديال الملك او القاضي شمهاروج. وهذيك السيده او هذاك السيد اللي كيكون ممسوس كيبقى على داك الهيت اللي نتوما راك عارفينه حتى كيفقد الوعي وتيطيح على الارض. وهنايا هذاك الشخص الممسوس الا دار هذا الشيء كامل وما خرجش منه هذاك الجني فهنايا كيدوز من واحد الحاجه اللي سميتها المحاكمه. وكيقول الحفيد ديال ايد بالعيد اللي شيد هذيك المحكمه بانه هذا شمهاروج راه الاسم الكامل ديالو هو الشيخ ابن الوليد شمهاروج، وبان هذا شمهاروج هذا راه واكب العصر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمر ديالو تقريبا راه ازيد من 14 قرن. وهذا الجن هذا عنده بزاف ديال الولاد، منهم عبد الرحمن ووليد والمجلجل ويصفيدش وبزاف ديال الانواع والاسماء ديال الجن. وعنده حتى بزاف ديال البنات اللي من بينهم هيلانه، عائشه، رقيه وبزاف. ودابا غادي نجاوبكم على واحد السؤال اللي بزاف فيكم كنظن ما عارفش الاجابه ديالو، هو علاش شمهاروج اختار بالضبط هذيك البلاصه اللي كاينه في المغرب، وشنا هي القصه ديالها. والناس كيضربوا مئات الكيلومترات باش يمشيو هذوك سفوح الجبل وانهم يحضروا المحاكمه ديالو. التاريخ ديال شمهاروج وخصوصا امتى بان في هذيك المنطقه راه كيرجع لمئات ديال السنين، وخصوصا العائله ديال ايد بالعيد كما قلنا سابقا في التاريخ ديالهم حتى هما في هذه المنطقه وفي هذه البلاصه، يعني جد ديالهم اللي كان عاش وتلاقى مع شمهاروج في هذه المنطقه راه كان سنه 1760. يعني هذه العائله حتى هي راه من زمان وهما كاينين تما. فهنايا كتقول الاسطوره بان شمهاروج اللي كان كيمشي هذيك البلاصه كان جا غير ضيف عند واحد الراجل كاين تما، يعني راه ما جا بواحد الهيئه ديال واحد الشخص اللي بغى شي واحد يصادفو في هذاك الدوار. وهذا الدوار هذا كينتمي لواحد القبيله سميتها قبيله
ايت ميزان. والناس اختلفوا على الاسم ديال هذا الشخص اللي استضاف شمهاروج. كاين اللي قال بانه كان سميتو موسى بن دريس، كل واحد وشنو كيسميه، ولكن الاسم الاكثر المتداول على هذا الانسان اللي استضاف شمهاروج هو بالعيد. المهم قالوا بان هذا شمهاروج ملي مشى عند هذاك الراجل مشى عنده على صفه كلب، وهنا هذاك السيد كان معروف بانه كريم وواحد الانسان اللي حاجته ماشي ديالو. تهلا في ذاك الكلب وكان كيوكلوه كيشربوه معتني به، واخا هو ماشي الكلب ديالو ولكن ديما كان كيعطيه الماكله وكيتهلا في ذاك الكلب مده سيمانه. وهذاك الكلب في الليل كيتحول للهيئه ديال شمهاروج، يعني بالنهار كيكون على صفه كلب ولكن بالليل كيتمسخ الهيئه الحقيقيه ديالو وكيمشي يركب على العود ديال هذاك الراجل وكيبقى يتحرك به وكيمشي في هذيك البلاصه اللي قلنا بالضبط اللي كاين فيها الضريح ديال شمهاروج. وكان كيمشي هذيك البلاصه باش يتلاقى ويستضيف بعض الاصدقاء ديالو اللي كانوا من الجن، ولكن هذاك الراجل اللي كان استضافه على هيئه كلب ما كان مسكين عارف والو، كان كيعتقدوه غير كلب عادي ومعدو ما ياكل وما كاينش اللي غيحن عليه. وهذاك شمهاروج كان كيتلاقى مع صحابو تما وكانوا كيتسابقوا بهذاك الخيل اللي عندهم. ولكن هنا بالضبط بالعيد غادي يكتشف واحد السر خطير، غادي يعرف بان هذاك العود ديالو راه كاينه شي حاجه ماشي طبيعيه، لانه كيلقى بان ذاك العود سخفان وعيان بحال شي واحد تيهزو ليه وتيبقى يركب عليه. وهنايا في واحد الليله غادي يقرر انه يتسلت ويعرف شكون هو هذا اللي كيهز ليه الخيل ديالو وكيرجعوا ليه في هذه الحاله. وهنايا فاش غادي يخرج غادي يتصدم وغادي يشوف شي واحد من بعيد كيعيط هذاك الكلب، يعني شي واحد تعيط ليه بالسميه ديالو. وهنايا هذاك الراجل غادي يتخلع ولكن في نفس الوقت غادي يكون شجاع وغادي يوجه الخطاب ديالو لهذاك الكلب، غيقول ليه شكون انت. وهنايا هذاك الكلب غادي يتسيف على هيئه شمهاروج، وملي غادي يتسيف ليه غادي يجاوبه وغيقول ليه انا من الجن المسلم. هذاك الراجل ملي غادي يشوفه غادي يتصدم من الهيئه ديالو لانه كان لابس واحد اللباس واعر بزاف وكان لابس واحد تاج ديال الذهب وفيه المجوهرات فوق من راسه. وهنايا هذاك شمهاروج غيبدا ياكد ليه بانه راه ملك من ملوك الجن، وغيبدا يشكر في هذاك الراجل وغادي يكون ممتن ليه على هذاك التعامل اللي تعامل معاه وعلى هذيك الماكله وهذيك التهليه اللي كان كيقدم ليه. شمهاروج غادي امر وغيقول ليه ملي غادي تجمع جوج رجال غادي تجيبوا معكم واحد الذبيحه وغادي تذبحوها في المقام او في البلاصه الفلانيه. وهنايا داك الراجل من كثره هذيك الصدمه وداك الشيء اللي شاف الناس كانوا عارفينه بانه شخص صادق وما تيكذبش، وبدا كيعاود لهم القصه بالتفاصيل وقال لهم غتمشيو معايا باش غادي نقدموا الذبيحه لواحد الكائن سميتو شمهاروج وشنو وقع. وهنايا هذوك الناس تما ملي تجمعوا يعني ذبحوا هذوك البهايم قال لهم هاد عيد بالعيد كاع الذبائح غتعطى السلاله والعائله ديالو وماشي غير هو، حتى الناس الفقراء سواء الفقراء سواء الاغنياء. هادشي اللي تيتذبح ما غاديش يمشي هباء منثورا بل غادي يتصدق وغيتعطى لجميع الفقراء والمساكين. اما هادشي ديال الحنه وهذوك الشماع وهذاك الشيء الهدايا اللي كتقدموا غادي تعطى فقط لهاد السيد اللي استضافني ورحب بيا. والا مات هذا الراجل فالاولاد ديالو والاحفاد ديالو هما الاجدر بهذوك الهدايا، يعني هذوك الهدايا غيتقدموا لولاد ولادو يعني السلاله ديالو. وهذه كانت اخر وصيه عطاها شمهاروج الناس ديال هذاك الدوار. والغريب في هادشي كامل انه كاين شي ناس اللي كيكونوا مسكونين وكيمشيو تما وكيرجعوا بخير. وهنايا غادي نكشف لكم الحقيقه، بزاف ديال هاد الناس اللي كيمشيو هاد الاضرحه في العاده وفي الغالب ديالهم راهما مرض نفسانيين، يقدروا يكون عندهم مرض نفسي او دازوا من شي ازمه وكيعتقدوا وكيامنوا بالخرافه، لان بزاف ديال الناس كيامنوا واحد الايمان وطيد بانهم الا مشاو بهاد الاضرحه ولا هاد الاماكن غادي يتشافاو وغادي يوليو بخير. وباش غنزيد ناكد لكم هاد المعلومات هو ان هذاك عيد بالعيد والاحفاد ديالو هما اللي توارثوا هاد القصه هادي باش ان الذبائح والاموال وكاع داكشي اللي كيجي كيتقدم لهم، يعني يبغى يبينوا بان هذاك الشمهاروج بحال شي اله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بحال شي حاجه. وهادشي بطبيعه الحال كيتعتبر شرك وكفر، لان الذبائح وبان العباده كتكون الله عز وجل فقط وما كتكونش شي مخلوق من غيره. يعني هادشي اللي كيديروه الناس راه كيتعتبر مجرد شرك وخروج عن الطريق الصحيح. وفي هاد الحلقه هادي بغيتك انت اخي المتابع تعطينا الراي ديالك في هذا الموضوع، اشنو بان لك في هذه القصه ديال شمهاروج. شكرا على المشاهده ونتشافوا في حلقه جديده ان شاء الله.